في لحظة شديدة الحساسية تمر بها أسواق الطاقة العالمية، فجرت الإمارات مفاجأة مدوية بإعلانها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وتحالف أوبك بلس، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو أيار عام 2026. وجاء الإعلان في توقيت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية بينما يواجه العالم اضطرابات غير مسبوقة في الإمدادات النفطية وارتفاعاً حاداً في الأسعار. وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات وان، فإن القرار ينسجم مع الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية طويلة الأمد للدولة، ومع التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة الإماراتي، خاصة فيما يتعلق بتسريع الاستثمارات المحلية وزيادة القدرة الإنتاجية. كما أكدت أبو ظبي أن هذه الخطوة تعكس التزامها بالاستمرار كمنتج مسؤول وموثوق قادر على الاستجابة لمتغيرات أسواق الطاقة العالمية واستشراف احتياجاتها المستقبلية. وأوضحت الإمارات أن قرار الانسحاب جاء بعد مراجعة شاملة لسياساتها الإنتاجية الحالية والمستقبلية، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة الوطنية، إلى جانب رغبتها في الإسهام بفاعلية أكبر في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. وأشار البيان إلى أن الظروف الراهنة بما فيها الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز أثرت بشكل مباشر في ديناميكيات العرض، في وقت تشير فيه المؤشرات الأساسية إلى استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة خلال المديين المتوسط والبعيد. وتحمل هذه الخطوة أبعاداً تاريخية، إذ إن الإمارات كانت قد انضمت إلى منظمة أوبك عام 1967 عبر إمارة أبو ظبي، ثم واصلت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، ما يعني أن انسحابها ينهي قرابة 6 عقود من الارتباط بإحدى أهم المنظمات النفطية في العالم. وأكدت أبو ظبي أنها ستواصل لعب دور مسؤول في الأسواق العالمي حتى بعد مغادرة أوبك، عبر زيادة إنتاجها بشكل تدريجي ومدروس بما يتناسب مع مستويات الطلب وظروف السوق. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن بلاده ستتمتع بمرونة أكبر بعد التحرر من قيود حصص الإنتاج، مضيفاً أن القرار سيادي ووطني وينطلق من رؤية اقتصادية واستراتيجية واضحة. ويأتي هذا التطور في وقت كان تحالف أوبك بلاس قد وافق في 5 أبريل نيسان الجاري على رفع الإنتاج بمقدار 206,000 برميل يومياً لشهر مايو أيار، إلى أن الحرب والتوترات الإقليمية أبقت مضيق هرمز أهم شريان ملاحي لتصدير النفط في العالم في حكم المغلق منذ نهاية فبراير شباط، ما دفع عدداً من الدول إلى تقليص إنتاجها. وتشير تقديرات السوق إلى أن العالم يواجه حالياً أكبر انقطاع في إمدادات النفط على الإطلاق، مع تراجع يتراوح بين 12 و15 مليون برميل يومياً، أي ما يقارب 15% من الإمدادات العالمية، وهو ما تسبب في موجة قلق واسعة بين الحكومات والمستثمرين. وفي هذا السياق حذر بنك جي بي مورغان من أن أسعار النفط قد تتجاوز مستوى $150 للبرميل، وهو رقم قياسي غير مسبوق إذا استمر تعطل التدفقات عبر مضيق هرمز حتى منتصف مايو أيار. ومع اقتراب الاجتماع المقبل لتحالف أوبك بلاس في 3 مايو أيار، يبدو أن قرار الإمارات سيضع المنظمة أمام اختبار جديد، وقد يشكل نقطة تحول فارقة في توازنات سوق النفط العالمية وفي شكل التحالفات التي حكمت قطاع الطاقة لعقود طويلة.